السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين وحبايب ومتابعين قناة عائلة جوجو. ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهاردة مع بعض رز بلبن كده بطريقة سهلة وبسيطة وان شاء الله تعجبكم. وقبل ما ابتدي معاكم الفيديو، لايك وشير وسبسكرايب وتفعيل الجرس عشان ينزل لكم كل جديد. طبعا اللبن ده كريمي وطعمه حلو وسهل وبسيط، وحاجة كده خفيفة، وحاجة كده للأطفال اللي عندها أطفال. ومغذية طبعا. وطبعا عشان رز بلبن لازم اللبن يكون حليب يا جماعة. لازم اللبن بتاع الرز بلبن بيكون حليب، او اللبن اللي هو بتاع الفلاحين يعني. اول حاجة طبعا معايا كوباية رز كده، انا نقعاها، غسلاها ونقعاها كوباية رز عادي خالص. وبعدين هحط لها حوالي 3 كوبايات مية كده على النار، واسيبها يستوي مع نفسه يعني. الرز منقوع يا جماعة بالمية، مش باللبن، منقوع بالمية. وبعد كده في الكوبايه اللي معايا ديت هحط كده شويه، خدت شويه لبن من اللبن اللي معايا. ع- على كل كيلو لبن يا جماعه 4 معالق نشا. كيلو اللبن بياخد 4 معالق نشا، يعني 4 معالق مش مليانين قوي. انا طبعا جايبه حوالي نص كوبايه لبن كده وهدوب فيه النشا. انا انا هعمل كيلو ونص تقريبا لبن. فحطيت 6 كوباي 6 معالق تقريبا، 6 معالق نشا. ومعايا بقى معلقتين كده كريم شانتيه اللي هو البودرة عادي. ومعايا معلقتين لبن بودرة. يعني معلقتين كريم شانتيه ومعلقتين لبن بودرة يا جماعة. نحط كده من ده معلقتين ومن ده معلقتين، وادوبهم مع النشا في اللبن. عايزة تدوبي اللبن في النشا في مية ماشي. بس انا خدت لبن عشان مش بحب احط على الرز بلبن مية. فانا خدت كده ده معلقتين لبن بودرة يا جماعة، والتانية معلقتين كريم شانتيه اللي هو كريم البودرة، يعني كريم شانتيه البودرة. هقلبه كويس كده لما ادوبه كله مع بعضه، مش هخلي فيه اي حاجة مكلكعة خالص. والرز على النار بيستوي. الرز يا جماعة ما بيتنقع في المية بيكون احسن، عشان خاطر تعملي الرز بلبن كله يبقى بلبن. انما لو نقعتيه باللبن هتيجي تزودي مية، لازم الرز لازم يتنقع بمية، لان لو ما تنقعش مش هيستوي. مهما تغلي في اللبن عمر الرز ما يستوي، لازم يكون منقوع في مية. كده الرز استوى معايا يا جماعة. نزلت بقى باللبن اللي معايا، انا معايا حوالي كيلو ونص لبن حليب اهوت. وهقلبه كده عشان خاطر الرز يطلع. هو كده كده رز مستوي خالص خالص كده يعني. وده السكر معايا، السكر حسب الرغبة يا جماعة. انا بحبه مايل للعذوبية، يعني انا مش بحب الحاجة مسكرة فبحط سكر قليل. انت عايزة بتحطي مثلا على الكيلو حوالي 4 معالق سكر او 5. انا بحط يعني، انا حطيت على كله يجي 4، يعني على الكيلو ونص 4 معالق. وممكن اقل كمان، ده حسب السكر حسب الرغبة. ومعايا باكت فانيليا يا جماعة احط اهوت. دوبت طبعا السكر ودوبت الفانيليا اهيت. وقبل اللبن ما يغلي يا جماعة، اللي معايا هنزل بالخليط اللي انا عملته عشان خاطر ما يكلكعش معاكي. لان لو استنيتي اللبن يغلي وهتيجي تحطي، هتيجي تحط النشا هتكلكع معاكي، مش هتنهضيها. فانا بحطها قبل ما بتغلي وايدي فيه بقى على طول. اهوت يا جماعة بحطه قبل اللبن اللي انا حطاه ما يغلي. ايدي بقى فيه على طول عشان خاطر ما يتكلكعش. بدأ يلف اهوت يا جماعة ويتقل وياخد قوام تقيل اهوت زي ما انتم شايفين. يديكي فيه على طول عشان ما يلسعش من تحت وما يشطش، لان اللبن بيشط بسرعة. ولازم تكون الحلة اللي معاكي، يعني الحلة اللي معايا ديت سميكة. الأرضية بتاعها يعني سميكة يا جماعة، مش رقيقة. لو رقيقة هتشيط اللبن معاكي. يا إما حلة ألمونيا تقيلة، يا الحلة ديت تقيلة وقوامها تقيل. فعشان كده انا بعمل فيها على طول الرز بلبن او المهلبيه او الحاجات دي. كده القوام بتاعها مظبوطه اهيت. لازم بقى تسيبيه لما يغلي غلوه، يعني لازم يكون بيبقبق. هو تقول اهوت والقوام كده كويس.
شايفين بدأ يعمل فقاقيع اهيت يا جماعة. لو ما استنيتيش عليه الفقاقيع ده اللبن بيحمض معاكي اهوت يا جماعة. بس كده هطفي بقى واغرف الرز بلبن بتاعي. الله على الجمال، الله الله، اقسم بالله تحفة. شايفين القوام بتاعه؟ انا مش بحبه جامد قوي يعني. شايفين؟ مش بحبه بقى يبقى مجبس كده، لا بيبقى كده طري كده وكريمي. والمعلقتين اللبن البودرة اللي احنا حاطينهم ومعلقتين الكريم شانتيه بيخلي اللبن كده كريمي وطعمه حلو. ولو عندك بقى كمان حتة قشطة كنت ممكن تدوبها في اللبن، بس اللبن اصلا جاي طازة بخيره، يعني لبن بخيره بالقشطة بتاعه بحاله يعني. اوقات بغرف بقى اللبن في الاطباق بتاعتي اهيت، وبمسح بقى الزيادات اللي بتنزل كده وانا بعبي الاطباق وانا بغرفها. انا بحب اللبن يا جماعه، او الرز بلبن يكون القوام بتاعه كده طري شويه. بس كده، وده اللبن رز بلبن غرفته. هحط له بقى بسيبه لما يستهدى خالص يا جماعه لما يبرد. وعايزه بقى تحط المكسرات اللي انت بتحبيها، اللي بيحب زبيب يحط، اللي بيحب سودان، اللي عنده فستق يحط. احنا عندنا زبيب. الزبيب ده انا كنت عاملاه عندي وعندي سوداني مجروش اهوت. للناس بقى اللي بتحب السوداني. وفي عندي فريق بيحب الزبيب، وفي عندي فريق بيحب السوداني المجروش. وده كان الرز بتاعنا النهارده يا جماعة، وبألف هنا وألف شفا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.